لو اتطلب منك توصل سنسور على BLC وأول حاجة وقفت قدامك هي السؤال ده: السنسور ده NPN ولا BNB؟ فالفيديو ده معمول علشان يحللك الموضوع ده من أساسه ويجاوبك على السؤال ده. فهنعرف في الفيديو ده سوا يعني ايه NPN ويعني ايه BNB، وايه الفرق بينهم، وازاي تعرف السنسور بتاعك هل هو NPN ولا BNB. والاهم من كل ده هنشوف طريقة التوصيل بتاعتهم عمليا مع BLC. وفي اخر الفيديو هقولك على طريقة بسيطة جدا تخليك تفتكر الفرق بينهم من غير ما تحفظ اي حاجة. معاكم مهندس محمد راجي ودي قناة باور انرجيا. يلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نتكلم عن ال NPN وال BNB لازم نفهم ال 3 وايرز سنسور. في اغلب حساسات ال DC اللي بيكون ليها 3 اسلاك هتلاقي عندك 3 اطراف اساسية: طرف بني وطرف ازرق وطرف اسود. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الطرف البني بيتوصل على موجب مصدر التغذية، والطرف الازرق وده بيتوصل على 0 فولت، والطرف الاسود وده هو الاوتبوت بتاع السنسور. لكن هنا بقى السؤال المهم: البلاك واير ده او السلك الاسود ده بيطلع موجب ولا بيتوصل بالسالب؟ وهنا يظهر الفرق بين البي ان بي والان بي ان. اولا عايزين نفهم ايه هو البي ان بي وايه هو الان بي ان، وهم اختصارات لايه اساسا. البي ان بي والان بي ان هما نوعين من ترانزستورات البي جي تي، وكل اسم منهم جاي من ترتيب طبقات اشباه الموصلات اللي موجوده جوه الترانزستور. فالبي ان بي ده ترتيب اشباه الموصلات فيه بي تايب وبعدين ان تايب وبعدين البي تايب، لكن الان بي ان ترتيب اشباه الموصلات فيه او السيمي كوندكتورز ان تايب وبعدين بي تايب وبعدين ان تايب. خلينا نبدا بالبي ان بي. لما البي ان بي سنسور يكتشف الجسم، الاوتبوت بتاعه بيقوم بتوصيل موجب التغذيه ناحيه اللود او البي ال سي انبوت. يعني ببساطه جدا البي ان بي بيعمل سورسنج للتيار، بمعنى ان السنسور هو اللي بيسورس التيار ناحيه الانبوت. طب يعني ايه بقى ان بي ان؟ في الان بي ان الموضوع بيكون مختلف. فلما الان بي ان سنسور بيكتشف الجسم، الاوتبوت بتاعه بيقوم بتوصيل الانبوت ناحيه الزيرو فولت. يعني الان بي ان بيعمل سينكينج للتيار. خلينا نلخص الفرق ما بينهم في صوره واحده. البي ان بي لما يشتغل بيخلي الاوتبوت موجب، اما الان بي ان لما يشتغل بيخلي الاوتبوت متصل بالزيرو فولت، وبالتالي نقدر نقول ان الاوتبوت عند البي ان بي بيكون موجب لكن الان بي ان بيكون الزيرو فولت. نوع الاشاره في البي ان بي بتكون سورسنج، الان بي ان بتكون سينكينج، واتجاه التيار في البي ان بي بيكون من السنسور لللود، لكن في الان بي ان بيكون من اللود للسنسور. بس خلي بالك الكلام ده عن طريقه عمل الاوتبوت، مش معناه ان كل بي ال سي بيتوصل بنفس الشكل. وهنا بنيجي لأهم جزء في الفيديو: طريقة التوصيل مع البي ال سي. ففي حالة البي ان بي السنسور بيبعت موجب على الاوتبوت لما يشتغل، علشان كده الانبوت لازم يكون ليه مرجع مناسب للزيرو فولت حسب نوع ترتيب مداخل البي ال سي. فمهم جدا تراجع الوايرنج دايجرام الخاص بالبي ال سي قبل التوصيل، لان تصميم الانبوتس والكومن بيختلف من بي ال سي للتاني، وكالعاده الان بي ان دايما بيكون وضع مختلف وبيكون عكس البي ان بي. ففي الان بي ان الانبوت بيكون عنده مصدر موجب، والان بي ان سنسور لما يشتغل بيقوم بسحب الاشاره للزيرو فولت، وبالتالي البي ال سي بيقرا ان الانبوت بقى اون. وخلينا نوضح ده بمثال عملي. فتعالى نفترض ان عندنا بروكسيمايتي سنسور بيكتشف قطعه معدنيه او اي كوين. ففي حالة البي ان بي اول ما الكوين تدخل وتعدي قدام السنسور الاوتبوت هيطلع 24 فولت موجب. اما لو كان السنسور ده من نوع الان بي ان، اول ما السنسور يشتغل الاوتبوت هيتوصل بالزيرو فولت. وفي الحالتين البي ال سي في النهاية بيقرأ اون، لكن طريقة تحقيق السيجنال نفسها مختلفة. طيب برضو هتسألني لو انا عندي سنسور ومش عارف هو ان بي ان ولا بي ان بي اعمل ايه؟ اول وافضل طريقه طبعا واسهل طريقه انك تشوف الداتا شيت وتشوف الاوتبوت بتاعك هل هو بي ان بي او ان بي ان، او ممكن تكون مكتوبه بشكل تاني زي سورسنج وسينكينج. فلو سورسنج يبقى هو بي ان بي، لو سينكينج يبقى هو ان بي ان. والطريقه التانيه لو كان السنسور نفسه عليه وايرنج دايجرام فبص على طريقه توصيل الاوتبوت. وممكن في بعض انواع السنسور تقدر تستخدم المالتي ميتر علشان تعرف هل هو NBN ولا BNB. وهنا خد بالك من حاجة مهمة جدا: ال NBN وال BNB حاجة
والنورمالي اوبن والنورمالي كلوز اللي هما ال NO وال NC حاجة تانية. فال NBN وال BNB بيتكلموا عن طريقة تعامل الاوتبوت مع التيار، اما النورمالي اوبن والنورمالي كلوز فبيتعلقوا بحالة الاوتبوت الطبيعية قبل تشغيل السنسور. او باختصار ال NBN وال BNB بتجاوب على سؤال هاو، والنورمالي اوبن والنورمالي كلوز بتجاوب على سؤال وين. يعني ممكن تلاقي BNB نورمالي اوبن او نورمالي كلوز، وممكن تلاقي NBN نورمالي اوبن او نورمالي كلوز، لان زي ما وضحنا ان النورمالي اوبن والنورمالي كلوز ملهاش علاقة بال NBN او ال BNB، هي ليها علاقة بحالة الاوتبوت الطبيعية قبل تشغيل السنسور. وفي طريقة سهلة تقدر دايما تفتكر بيها الفرق ما بين ال BNB وال NBN. فال BNB بيخلي البوزيتيف ناحية اللود، وبالتالي هنا البي مع البي، وال NBN بيخلي النيجاتيف ناحية اللود او الزيرو فولت، وبالتالي هنا ال N مع ال N. فتقدر دايما تفتكرها ان ال BNB equal positive وال NBN equal negative بأول حرف من كل واحدة فيهم. بس في الشغل الحقيقي ما تعتمدش على الحفظ بس، دايما راجع الداتا شيت وده مهم جدا، وتبص على ال BLC wiring diagram. ومن الأخطاء دايما اللي بتتكرر بسبب ان احنا ما بنبصش على الداتا شيت، ان ممكن توصل السنسور دايركت على فولت مش مناسب ليه، وبالتالي لازم دايما قبل ما توصل السنسور تتأكد من السبلاي فولتج والاوتبوت ريتنج قبل اي توصيل، وتتأكد منهم عن طريق الداتا شيت. فالخلاصة ان ال BNB بيتسمى سورسنج اوتبوت، وبالتالي عند تشغيل السنسور الاوتبوت بيطلع 24 فولت موجب، يعني بيزود ال BLC بالجهد الموجب. وال NBN بيسمى بالسينكينج اوتبوت، فعند تشغيل السنسور الاوتبوت بيتوصل مع الزيرو فولت، يعني يسحب التيار ناحية السالب. وبكده يبقى احنا شرحنا ايه هو ال BNB وايه هو ال NBN، وشرحنا ايه الفرق ما بينهم وازاي نقدر نميز ما بينهم وما بين بعض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.